بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمين العجائبي. زي ما اتعودنا بنتكلم كل يوم عن معجزة أو قصة جميلة جدا جدا من القديسين العظام اللي موجودين في الكنيسة بتاعتنا. معجزتنا النهاردة القديسة الجميلة الشهيدة بربارة. بس قبل ما نتعرف على معجزة النهاردة، يا ريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمين العجائبي. تعالوا بينا نتعرف على المعجزة الجميلة جدا بتاعت النهاردة بتحكي وتقول ايه. معجزتنا النهاردة حصلت في كنيسة القديسة بربارة بالشرابية. بتحكي وتقول ان كان في واحد شاب كده غريب عن المنطقة بيتردد على الكنيسة وعلى احد الاباء الكهنة اللي هناك وياخد منه بركة مادية. قعد فترة طويلة، وفي يوم من الأيام كان موجود مع الأب الكاهن اللي موجود هناك وأخد منه بركة. وفي نفس اليوم دخل الشيطان جواه وفكر إن هو يسرق مكتب أمين الصندوق، وقعد يدرس حالة المكان كويس جدا جدا، وقعد يبص ازاي يدخل وهيخرج منين، وما كانش حد يعرف اي حاجة باللي هو بيعمله. هو موجود في الكنيسة زي ما بيجي كل فترة وبيمشي. وفي عشية يوم من الأيام أحد الأيام يعني، وكان قبل عيد الميلاد المجيد، دخل الشاب ده الكنيسة واستخبى في واحدة من الأوض اللي موجودة جوه يعني في مبنى الخدمات، وتن قاعد مستني لغاية ما الخدمة في الكنيسة تخلص والأبواب كلها تتقفل والحراس بتوع الكنيسة والفراشين كل الناس تمشي، وبعد كده يتمكن ان هو يعرف ياخد ويسرق اللي هو عايزه كله. وبالفعل في اليوم ده تن قاعد في الأوضة لغاية ما الدنيا كلها سكتت ومبقاش فيه أي حاجة خالص، وقام في نص الليل أو بعد نص الليل كسر باب المكتب، الكوالين والإقفال اللي كانت موجودة على الباب، واقتحم المكتب ودخل كسر الإدراج بتاعت المكاتب كلها اللي كانت في الأوضة، وكانت مليانة مبالغ كبيرة جدا جدا كانت هتتصرف مرتبات واحتياجات إخوة الرب والمعايدات اللي بتتوزع على الناس، يعني يجوا ياخدوها بركة كده من الكنيسة. واخد المبالغ اللي كانت موجودة كلها، وكان مبالغ كبيرة جدا جدا، وقعد يفضي الاظرف اللي موجودة. كانوا محضرينها بالفلوس اللي فيها، مقسمينها كده اظرف وحاطين فيها الفلوس بتاعت اخوة الرب والمرتبات والمعايدات وكل الحاجات دي. فضى كل الاظرف دي واخدها في شنطة هاند باج كده، وحط كمان فيها العدة والحاجات اللي كان مستخدمها في الكسر، الكوالين والاقفال وكل الحاجات دي، وحطها وبدأ يجهز نفسه ان هو يهرب من الكنيسة. وفعلا قبل الفجر كسر واحد من الشبابيك اللي موجودة في المكتب اللي هو فيه ده، يعني في الدور الرابع، وكانت يعني عالية جدا، وكسره واضطر ان هو ينزل منه. وكان الشباك اللي هو كسره ده يعني قريب او مجاور يعني لسطح المنزل اللي جنب الكنيسة. كان السطح بعيد عن المكان ده يعني ب3 امتار من الشباك. وفعلا قدر ان هو ينط ويهرب من من الكنيسة للبيت ده، ونط من البيت، نزل مشى عشان البيت ما كانش فيه حارس ولا باب ولا بواب ولا اي حاجة. وفي اليوم ده راح لأحد الفنادق اللي موجودة في وسط البلد، وأجر أوضة، وقعد يعد كل الفلوس اللي كانت موجودة معاه اللي هو سرقها، وكان المبلغ كبير جدا. وقعد يخطط بقى هو هيعمل ايه بالفلوس اللي معاه، وهيعمل بيها ايه ويقسمها ازاي. وقال ان هو اول ما الشمس تطلع هيروح لمكتب البريد ويفتح دفتر توفير هناك. فقسم الفلوس، خد جزء من المبلغ وراح فتح بيه دفتر توفير، والباقي سابه في الشنطة معاه عشان يسافر بيه للبلد بتاعته. هو كان ساكن في محافظة من محافظات الصعيد. وفعلا اول ما جه الصبح بدأ ينفذ اللي هو قاله، وراح عمل كده. ولما جه الصبح والناس بدأت تروح الكنيسة، والفراشين اللي كانوا بيروحوا أول ناس اكتشفوا ان في كسر في مكتب أمين الصندوق، ولقوا ان المكتب مليان بالورق في الأرض، والأظرف كلها مفتوحة ومرمية في الأرض. يعني اتأكدوا ان الحاجات دي اتسرقت وكان في سرقة حصلت في المكان هنا. بدأوا ان هم يتصلوا بالمسؤولين عشان يجوا بسرعة ويشوفوا ايه اللي موجود وايه اللي حصل، ويبصوا ويشوفوا ايه الدنيا. وفعلا
وصل المسؤولين الكنيسة عشان يعينوا الأمر، ولقوا ان كل الفلوس اللي كانت موجودة واللي هم كانوا محضرينها عشان تتصرف للمرتبات وأنشطة الكنيسة وإخوة الرب والمعايدات، لقوا كل الحاجات دي اتسرقت ومفيش موجود قدامهم غير الورق. فبالطبع المسؤولين اللي موجودين في الكنيسة ملقوش حد يتهموه قدامهم غير الفراشين، لأن هم أول ناس بيجوا الكنيسة وآخر ناس بيمشوا منها، فما كانش قدامهم ان هم يتهموا الفراشين بالسرقة. وبالفعل وجهوا لهم الاتهامات ديت، وبدأوا ان هم يبلغوا الشرطة، او قبل ما يبلغوا الشرطة هددوهم على اساس ان لو في حد في منهم فعلا عمل كده، لما يتهدد ان الشرطة هتتبلغ وهتيجي فيخافوا ويقولوا ان هم اللي سرقوها. لكن طبعا الفراشين ما عملوش كده، وقعدوا يصلوا كتير جدا جدا ويطلبوا ان ربنا يظهر الحق ويعرفوا مين اللي سرق ومين اللي اخد الحاجات دي. وفعلا الفراشين لموا نفسهم وراحوا وقفوا قدام صورة القديسة بربارة صاحبة الكنيسة، وبدأ كل واحد فيهم مسك شمعة وولعها ووقف قدامها وقالوا لها احنا بنخدمك يا قديسة بربارة من زمان في كنيستك، ومفيش حاجة من دي حصلت ولا عمرنا ايدينا اتمدت وسرقنا حاجة، لان الكنيسة دي احنا بنخدم فيها يعني، فيا ريت تصلي عنا والفلوس دي يتعرف مين اللي سرقها، عشان احنا يعني ما عملناش كده، ويا ريت تظهري براءتنا والفلوس دي ترجع تاني ونعرفوا مين اللي سرق. في نفس الوقت ده هم بيصلوا، الراجل اللي كان سرق الحاجات بتاعة الكنيسة كان رايح المحطة علشان يسافر محطة مصر، فهو ماشي شافوا واحد من افراد الشرطة اللي بيبقوا موجودين في المحطة، فاشتبه فيه يعني لانه كان شايل الشنطة بطريقة ملفتة خايف عليها، مش عايز حد يلمسها كده. فوقفوا الشرطي ده وقال له ايه اللي معاك ده؟ فقال له ده الشنطة دي فيها هدومي وانا مسافر البلد بتاعتي وكده. فاخد منه الشنطة وبدأ يفتشها، فلقى ان فيها فلوس كتير جدا جدا، ولقى شوية مفكات وحاجات من اللي هي بتاعت السرقة. فتأكد الراجل الشرطة بتاع الشرطة ده اتأكد ان الحاجات اللي موجودة في الشنطة دي مسروقة اكيد جدا، فاخده وراح بيه على اسم شرطة الأزبكية وفتح محضر هناك وبدأوا ياخدوا أقواله، واعترف فعلا ان الفلوس والحاجات دي هو سرقها من كنيسة القديسة بربارة بالشرابية، واستخدم الحاجات المعدات والمفكات والحاجات اللي موجودة داخل الشنطة دي. والموضوع ده حصل في أقل من 24 ساعة على الحاجات الموضوع ده اللي حصل ده. وفعلا ده بسبب ان القديسة بربارة اتشفعت ان الفلوس دي ما تباتش برا الكنيسة. واثناء ما كان الموضوع حاصل في قلب الكنيسة وفي توتر وشغب، لقوا ان في شرطة، حد من افراد الشرطة جاي الكنيسة وجايب معاه شخص متكلبش كده بايديه الاتنين في الحديد، وبيطلب ان هما يعني محتاج ان في حد مسؤول من الكنيسة يقعد يتكلم معاه. وفعلا جم قعد الشرطي ده مع حد من المسؤولين في الكنيسة وبدأوا ان هم يتكلموا، وقال لهم ان احنا لقينا ده الراجل ده في المحطة واشتبهوا فيه ولقوا ان معاه حاجات، واعترف ان الحاجات المسروقة دي من الكنيسة. فقالوا له اكيد، ودخل بص المكان وشاف ان فعلا في حاجة كانت مسروقة من المكان هنا. وخلوا الراجل اللي سرق ده يشرح ازاي دخل الكنيسة وازاي سرق وازاي خرج، مثل الجريمة بمعنى أصح، يعني السرقة بتاعته اللي هو عملها. وبعد كده حولوا الأمر لسرايا النيابة عشان يرجعوا المبلغ اللي موجود مع الراجل ده، وفعلا استلموا المبلغ اللي كان موجود معاه. الكنيسة استلمته يعني من الراجل ده عن طريق المحكمة، لكن كان في مشكلة ان هو فتح دفتر توفير بمبلغ جزء من المبلغ، فطلبوا ان هو الراجل الحرامي ده ياخدوه بعربية شرطة ويروحوا المكتب البريد اللي هو فتح فيه الدفتر يعني، ويسحب منه الفلوس ويرجعها تاني. وفعلا عملوا كده واخدوا الراجل وسحب الفلوس، ورجع الفلوس اللي كان واخده رجع تاني للكنيسة. وده تم ان القديسة بربارة بشفاعة صلوات الناس اللي كانوا متهمينهم، يعني صلواتها ان الفلوس ما غابتش برا الكنيسة، وما قدروش ان هم يتهموا الفراشين ولا حد من اللي موجود، وظهر السارق وعرفوا الجريمة ومين اللي عملها.
وتعرف انه لولا القديسة بربارة ما كانتش الحاجات دي رجعت تاني، وان هي كنيستها وحافظت عليها وحافظت على الحاجة بتاعتها، ومرضتش تخذل اخوة الرب ولا الناس اللي كانت جاية الكنيسة عشان ياخدوا الحاجة بتاعت العيد، البركة بتاعت العيد بتاعتهم. شفاعتها تكون معانا امين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. يا ريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة يا ريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، وأرجوكم اذكروني في صلواتكم. سلام.